فداد خطف نفس واخدها وغيد غصب عنه، وغيد ساب في ملابس فداد علامة على امل منه ان طاهر يعرف العلامة ويعرف ان فداد خطفه هو وامه، وبيطلعها البيت وبيحبسها في اوضة وغيد في اوضة تانية. ونروح لطاهر وهو شك في فكرة لما شاف راجل من الرجال بيحرسوه، هو نفس الراجل اللي كان حارس فداد في المستشفى، وكمان كان فيه ادوية علاج للجروح. وغير كده مدحت الضابط ابن عمه تم نقله، واللي تسبب في النقل هو واحد اسمه فكرة. وطاهر بيجمع الخيوط كلها وبيواجه فكرة وبيرفع عليه المسدس. فكرة ما بيكونش خايف منه وبيقول له انا كنت مستنيك تيجي تقتلني من زمان. بيكمل كلامه وبيقول له ايه ثانيه قالت لك. بيستغرب طاهر وبيقول له ايه دخل امي في الموضوع. وفكرة بيقول له امال انت جاي تقتلني؟ ورد عليه طاهر وعرفه على المعلومات اللي هو وصل لها. وبيساله ايه علاقتك بفداء؟ وبيصدمه فكرة وبيقول له ان اللي حاولت تدفنه وهو عايش وتغرقه في الميه يكون ابنه. وبيستغرب طاهر وبيقول له ازاي وانت حاولت تساعدني اكتر من كذا مره وساعدتنا في الشغل كتير، كان ممكن تتخلص مني في اي وقت. بيقول له لاني انا مش عايز اخلص منك، انا فعلا انا نفسي انت اللي تسامحني. وطاهر بيقول له اسامحك على ايه؟ انت عملت ايه؟ بيقول له انا مش هقدر احكي، روح لثانيه امك وهي تحكي، وبعد ما تخلص معاها تعالى وانا مستنيك تقتلني في اي وقت، لاني انا تعبت من كتر الذنب اللي انا شايله ونفسي اموت في اي وقت وارتاح. وبيستغرب طاهر من كلامه ومبقاش فاهم هو عايز ايه اللي في دماغه. وطاهر وهو خارج من عنده بيقابل فداء وبيرفع عليه المسدس وبيزعقوا مع بعض شويه، بس فكرة بيرفع عليهم هما الاثنين المسدسات وبيقول لهم اللي مش هينزل المسدس في اي وقت فيكم انا اللي هضربه بالرصاص. وفداد بيكون متضايق من فكرة وبيكون مستغرب هو ليه مش بيقف في صفه. طاهر بياخد باله من العلامه اللي موجوده في ملابس فداد، بيعرف العلامه اول ما بيشوفها وبيستنتج ان نفس وغيط عنده. وبعد ما بيمشوا فكرة بيتصل بثانيه وبيبلغها ان طاهر جاي لك عشان يفهم كل وانا حاجة. بلغته ان كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها عند ثانيه، وثانيه بتفقد الوعي وبيجي لها جلطه وبينقلوها المستشفى. ونروح لمراد بيكون متضايق من امه وهي في المستشفى وبيستغرب مصطفى انت ازاي تكلم امك بالطريقه ديت وهي فاقده الوعي ومرميه في المستشفى، انت اتجنن. ومراد بيقول له ده ذنب طاهر اللي هي فيه دلوقتي ولسه ربنا هيدفعها كتير تمن ظلم اللي عايشته له طول العمر. يوري مصطفى الجواب اللي هو لقاه، بيستغرب مصطفى من الجواب وبيقول له جواب مين ده ولقيته فين ومين اللي اداهولك؟ ومراد بيقول له فاكر الهديه اللي عطاها لك فكره وقعت مني النهارده واتكسرت وكان جواها الجواب ده. وبيقرا مصطفى الجواب وبيكون مصدوم من اللي مكتوب فيه، وبيكون الجواب متوجه لطاهر ومكتوب فيه سامحني يا طاهر لو انت قريت الجواب دوت وانا عايش تعالى واقتلني وخلصني من العذاب اللي انا عايش فيه، انا ما بنامش من عذاب الضمير، ولو انا ميت اعرف ان انا كنت بموت كل يوم. انا كنت بحب بنت اسمها سكينه، وسكينه بتكون مرات عمك في اعتقاد منك. سكينه هربت هي وطاهر علشان يتجوزوا، وبعد سنه سكينه اتصلت بثانيه صاحبه عمرها وقالت لها على عنوانها. ثانيه عطت العنوان لابو سكينه وانا خدت العنوان وقتلتها هي وطاهر. سمعت صوتك وانت بتعيط واخدتك وحطيتك على باب ثانيه وسبت لها جواب مكتوب فيه انا القاتل وانت اللي حرضتي، لو ما كنتيش بعتي العنوان ممكن الطفل يفضل عايش وسط ابوه وامه وما يكونش يتيم، بس انا وانتي مشتركين في جريمه لو ما كنتيش بتحبي طاهر وغيرتي عليه ان هو اتجوز بسك ما كناش عشنا لحد دلوقتي بذنب طاهر. وبيصدم مصطفى لما بيقرا الجواب هو واخواته، وبيصدم اكتر لما يعرف ان طاهر مش اخوه وفي نفس الوقت امه هي قتل عمه ومرات عمه. وبعد ما ثانيه بتفوق بياخدوها ويروحوها البيت وبيواجهوها بالكلام في الجواب. وثانيه بتقول لهم انا ذنبي ايه؟ انا شفت اب محروق على حبيت اطمنه عليه وما اعرفش ان في واحد تاني بيحبها وهيموت عليها، وما اعرفش كمان ان هو موجود هناك ساعتها، بس ولا واحد بيكون مصدقها لانهم شايفين ان هي اتصرفت من الغيره صاحبتها ان هي اخدت منها طاهر، في نفس الوقت مش عارفين هيواجهوا طاهر بالكلام ده ازاي. ونروح لطاهر دخل بيت فداد وهجم على الرجال وثبتهم بالمسدس وطلع اخد غيط وشاف نفس وهي ماسكه فداد وكسره ازازه وحطها في رقبته ورقبته بتنزل في دم وقال لها احدفي عليا نفس، وطاهر ضربه على دماغه وفقد الوعي وشاف نفس رجليها وجعها وقال على فداد الباب وخد بعضه ومشي وخدها وقعدوا في فندق. وتاني راح المقابله على طلب فكرة منه، وفكرة بيجي وبيكون متوضي ومستني طاهر يقتله في اي وقت ويريحه من عذاب الضمير، وفي نفس الوقت اتصل بثانيه وخلاها تيجي واجبرها ان هي تحكي القصه كلها. وطاهر بعد ما بيعرف ان امه وابوه من السبب في موتهم هما الاثنين ما بيبقاش عارف يتكلم وبيمشي وهو مصدوم. ونروح لفكرة هو بيكلم فتاته وبيقول انت لو ما رحتش دلوقتي اسم الشرطه واتنازلت لطاهر عن رفع الدعوه اللي انت مقدمها ضده انا معايا ادله ضد تعيشك طول العمر في السجن. ده حتى من ضمن الادله البندقيه اللي انت ضربت بيها نفس والرصاص لما كنت عايز تضرب طاهر وضربت نفس بالغلط ومن خوفك عليها سبت البندقيه وجريت. انا بقى محتفظ بيها ومحتفظ بادله كتير وجرائم كتير انت عملتها وانا طلعتك ده غير فلوسك، مش هخلي حيلتك اي حاجه، هتطلع من السجن معكش اي حاجه غير الملابس اللي انت لابسها لو عرفت تحافظ عليها طبعا جوه السجن. بيضطر فداد ان هو يتنازل بس في نفس الوقت بيفكر ازاي ان هو يخلص من فكرة. وطاهر بيروح لنفس وهو مكتئب وبيحكي لها كل اللي مر بيه وان ازاي بعد العمر ده كله اكتشف ان امي وابويا ماتوا مقتولين واللي كان السبب في موتهم هي الست اللي انا كنت مفكرها امي. بس طاهر بيكتشف ان نفس عارفه كل حاجه وبتحكي له ان بعد ما انت مشيت فكرة بعت لي وحكى لي كل اللي عمله في الماضي هو ومامتك ثانيه،
عليها. وطاهر بيقول لها انت لسه بتقولي عليها امي بعد كل اللي عرفتيه؟ ونفس بتقول له ايوه ماما، لما فكرة جابك قدام بابها هي ما تخلتش عنك وربتك احسن تربيه وعملتك زيك اخواتك وما شكتش ولو للحظه واحده ان انت مش ابنها. واللي حصل في الماضي اكيد هي عندها اسباب، وحاول تقعد معاها وتسمع منها. وبيدخل عليهم علي واسماء وبيبشروه ان فداد اتنازل عن القضيه وان انت يا طاهر خلاص بقيت حر. وبيستنتج طاهر ان فكرة هو اللي خلى فداد يتنازل. وعلي بيقول له اخواتك فرحانين ومستنيينك في البيت هناك. وطاهر بيكون متردد انه يروح بس نفس بتقنعه ان هم يروحوا. وطاهر متجمع هو واخواته وفرحانين. ومصطفى بيقول طاهر انا عايز اعرف ان اللي حصل ده كله مهزش فيا شعرايه، وان انت اخويا، وان انا من يوم ما جيت على الدنيا وشفتك وانا عارف ان انت اخويا، مفيش حد يقدر يقول حاجه غير كده. الكلام اللي اتقال ده كله بالنسبه لي كانه ما اتقالش. وروح لسنيه وهي حابسه نفسها جوه اوضتها ومش عارفه توري وشها لحد. وطاهر بيدخل لها وبيقول لها انا مش بلومك على امي وابويا وان انت السبب، انا بس مستغرب ازاي قدرتي تعاملي نفس المعامله اللي انت كنت بتعملها لها، بتشديها من شعرها وبتكرشيها وبتبهدليها وهي مشكلتها شبه مشكله امي بالظبط. فكرتيش ولو للحظه واحده ان ممكن يكون ربنا بعت علشان تكفري بيها ذنوب عن الماضي؟ وبيمشي حتى ما بيديش فرصه لسنيه ان هي تتكلم. وفي مشهد تاني فكرة بيتصل بطاهر وبيقول انا مش جايلي نوم، لو انت كمان مش جايلي انا تعالى واقعد معايا، لما تطلع كل اللي جواك فيا قلبك يرتاح ونارك تبرد. بيروح له طاهر وفكرة بيلومه ان هو ليه لحد دلوقتي ما قتلهوش. وبيكمل كلامه وبيقول له انت حتى لو انت قتلتني محدش هيلومك ان انت خدت طار ابوك وامه. طاهر بيقول له انا ما فكرتش ولو للحظه واحده اني اقتلك. ولسه بيكمل كلامه دخل عليه في وقال له طاهر وبابا العزيز كويس ان انت جيت يا طاهر عشان انا كنت لسه بفكر دلوقتي اقتلك ازاي وقاعد متضايق خالص. يرضيك بابا خلاني غصب عني ان انا اروح اتنازل لك عن القضيه؟ بالله عليك ده ينفع يا طاهر؟ وفكرة بيقول له بطل هبل ونزل المسدس اللي في ايدك دوت. وفداد بيقول له انت هتفضل واقف في صف طاهر كده كتير؟ مش حكايه يعني، ده انت قتلت له ابوه وامه، ايه المشكله؟ وفكرة بيتنرفز عليه وبيقول نزل من ايدك المسدس وكفايه كده والكلام الزفت اللي انت عمال تقوله كل شويه ده. بس فداد بيبقى مصمم ان هو يقتل طاهر. فكرة بيقول له لو انت ما نزلتش من ايدك المسدس هضرب بالرصاص عليك انت. وفداد بيقول له مش معقول هتضربني عشان خاطر طاهر، يعني مش للدرجه دي. وبيكون خلاص هيضرب طاهر بس فكرة بيضربه هو بالرصاص. بيموت فداد وبيتصدم طاهر وبينهار. فكرة بيحزن عليه جامد. فكرة اتصل بعمه عثمان علشان خاطر يدفنوه ويصلوا عليه. وفي مشهد تاني سنية رايحة تزور المقابر وبتشوف فكرة هناك وبتقول له انا عايزة اعرف انت استفدت ايه، خربت العلاقة ما بيني وما بين ولادي ولا واحد فيهم عايز يبص في وشي. فكرة بيقول لها السر اللي فضلنا طول عمرنا مخبيينه اكيد كان في يوم من الايام هيتعرف مني او من اي حد غيري. وغير كده انت بتتكلمي في ايه؟ انا في ايه ولا في ايه؟ المفروض دلوقتي تعزيني في ابني، امبارح انا قتلته بايدي ودفنته. وبتتصدم ثانيه وفي نفس الوقت بتفرح من جواها وبتروح بيتها والكل بيكون موجود. وبتوجه كلامها لطاهر وبتقول له انت قلت لهم ان فداد مات؟ ومصطفى بيقول له يعني احنا قاعدين من بدري مع بعض وما تقوليش خبر حلو زي ده؟ طاهر بيقول له والله كنت لسه هقول لك دلوقتي بس هي سبقنيه. بتقول له خلاص على العموم الحمد لله ان هو مات وريحنا من شره. وبتكمل كلامها وبتعتذر لنفس وبتقول لها حقك عليا، انا ما كانش قصدي العذاب اللي انا عذبتهولك والكلام اللي كنت بسمعهولك كل شويه. انا وكنت مفكره اللي انا بعمله هو ده الصح واني كده بحمي طاهر عشان ما يكونش مصيره زي ابوه ويتقتل على ايد واحد غدار. ما تفكروش ان فكره لما قتل ابنه قتل فداد، لا وقتل فكره القتيل اللي قتل نفس من غير ذنب وعاشت طول عمرها بتعذب وكانت عينيه مش عارفه تشوف النوم من عذاب ضميره. وبتوجه كلامها لطاهر وبتقول يا طاهر انا فعلا وديت الجواب لابو سنيه بس والله كان هدفي اطمن قلب اب قلبه محروق على بنته وما كنتش اعرف ان فكره بيحبها وممكن يقتلها وما اعرفش كمان ان هو هناك. وبالنسبه لموضوع طاهر ابوه الموضوع كله كنا بنات صغيرين وما كناش فاهمين حاجه. لما اتجوزت ابو مصطفى وشفت طيبته وحنيته حبيته واخلصت له ونسيت موضوع طاهر ده خالص. ولما لقيت فكره جايبك قدام باب البيت عايزت نفسي لاكون انا امك وتكون واحد من ولادي وما فرقش عن اي حد فيهم وبيتصالحوا كلهم مع بعض. ثانيه بتطلب من نظر ان هي تروح على بيتها وبتقول لها قومي يلا روحي على البيت علشان نيجي نخطبوك من بيت ابوكي. وبتطلب من مصطفى ان يروح لجميل مكان شغله وبيروح مصطفى وبيبلغ جميل بس جميل بيعامله معامله ما يعلم بها الا ربنا وبيقول انا ما عنديش بنات غير مرجانه، انت اللي راحت على باب بيتك وانت ما رجعتهاش لابوها انا اعتبرتها مات. وبيرد عليهم مصطفى وبيقول له الاولاد بيحبوا بعض وانا ما اقدرش ان انا امشيهم او اكرش بنتك لجأت لي ازاي همشيها من عندي؟ وعلى العموم احنا جايين على باب بيتك النهارده وشوف هتتعامل مع ضيوفك ازاي. والثانيه وعمه عثمان ومراد بيروحوا يتقدموا لنظر بس جميل ما بيوافقش وبيقول لهم انا ما عنديش بنات للجواز. ولما بيمشوا وبييجوا يركبوا العربيه جميل
بينادي على ثانية وبيقول لها نسيتوا بنتكم عندنا ويا ريت محدش يجيبها عندنا تاني، ومحدش يجي يخبط على باب ويقول لي عندك بنات للجواز، لاني انا بنتي ماتت من يوم ما سابت بيت ابوها وراحت عندكم. وبياخدوها معاهم وبتنهار نظر في العربية وبتفقد الوعي، ومراد بياخدها ويوديها المستشفى وبيطمنها وبيقول لها انا مش هسيبك وهفضل معاكي على طول. بس نظر بيبان عليها ان هي ندمت ومش عارفة اذا كان قرارها جوازها من مراد يستاهل ان هي باباها عشان هي بتحبه، ولا مجرد نزوة ومع الوقت هتنسى وهي مش بتحبه كده بتفكيرها لحد يوم الفرح. وهي في صراع نفسي ما بينها وما بين نفسها، وبتقرر ان هي تمشي وما بتكملش الفرح. وبيتصدم لما بيلاقيهاش، والكل بيكون مصدوم ان هي مشيت وسابت الفرح. والكل بيكون مصدوم ومستغرب هي مشيت ليه. اتصل بيها مراد وقالت له انا اسفة يا مراد ما قدرتش اكمل وسامحني، انا فعلا ما حبيتكش وكنت مفكرة اللي احنا فيه ده حب، بس اكتشفت انه مش حب ومش مستاهل ان انا ممكن اخسر بابا عشانه. انا همشي ومش هرجع تاني وهروح اسطنبول عند واحدة صاحبتي اكمل دراستي، ومش هقدر ارجع لبابا لاني ما عنديش قدرة اني اواجهه. وبتطلب منه ان هو يسامحها، ومراد بيخش في حالة اكتئاب وبيحاول الانتحار، بس اخواته بيدعموه وبيقفوا. ونروح لنفس وآسية، ونفس بتوريها اختبار الحمل وبتفرح آسية ان نفس حامل. ونروح لمراد وهو في المكتب وبيدخل عليه شخص وبيديله ظرف وبيقول له ده لطاهر. بياخد الظرف وبيوصله لطاهر. ونروح لطاهر بعد ما عرف بحمل نفس وفرح احتفلوا، وبيشوف الظرف وبيفتحه وبيشوف ان جواه فلاشة، وبيشغل الفلاشة وبيلاقي عليها تسجيل من فداد، وبيقول طاهر اكيد لو شفت الفلاشة ديت يبقى اكيد انا معرفش مين اللي قتلني، سواء انت او نفس او اي حد قتلني، فانا كده طالما انت شفت الفلاشة ديت يبقى انا على العموم انا حابب اقول لك لو حصل ما بينك وما بين نفس علاقة ونفس طلعت حامل، فاعرف يا حبيبي انها هتموت هي والبيبي، لان انت عارف بعد ما نفس لها بنت انا دخلت كذا علاقة مع نساء كتير واصبت بمرض خطير. المرض ما بيسيبش الرجال بس بيسيب النساء بعد العلاقة، وده بيسبب في موت الام والجنين. فلو نفس حملت اعرف ان الحمل مضر ليها وممكن تموت في اي لحظة. وبينهار طاهر وبيخاف على نفس وبيروح لفكرة وبيحكي له، وطاهر من غيظه بيقول له افتح لي القبر بتاعه اضربه بالرصاص في دماغه علشان انا تعبت منه، حتى وهو ميت قرفني في عيشتي، حرام عليه ما يبعد عني بقى انا تعبت منه. وفكرة بيهديه وبيطمنه وبيقول لعبة من العاب استحالة ان عنده المرض ده وهيسكت، انت مش عارف ان هو كان بيحب نفسه قد ايه، وانا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اثبت لك ان هو كذاب وما تقلقش ولا تقلق نفس. وطاهر بيقول له انت ايه مصلحتك انك تقف جنبي؟ انا قلت لك خلاص انا سامحتك على قتل ابويا وامي، وكفايه عليك عذاب نفسك طول السنين دي وعذاب الضمير اللي انت كنت عايش فيه، وانا خلاص سامحت، انت حتى ما مشيتش من واقف جنبي وبتدعمني. ورد عليه فكرة وقال له في مشاكل لسه ما اتحلتش سبب فيها وانا ماليش حد في الدنيا غير حفيدي غيري، وهو ما يعرفش ان انا حتى ما قدرتش اخده في حضني ولو لمره واحده، وهو بيعتبرك انت ازاي انا مش هقدر احمي ابو حفيدي واقدم له اي مساعده انا اقدر عليها. ظاهر ما بيلاقيش كلام يقوله فبيمشي. نروح لفكرة وبراك وهو بيطمنها على مامتها وبيقول لها ان انا عرفت اوصل لها، وفداد حطها في دار العجزه اسطنبول وهي عايشه هناك دلوقتي، وانا حجزت لك تذاكر الطياره تسافري لها في اي وقت، حددت لك مشكله خطف فداد انت والبنات كده مش هيكون عليكم اي قواضي قانونيه. وبتفرح براك وبتشكره على وقفته جنبها ولقالها مامتها، وبيطلب منها ان هي تروح تودع عيله كليلي عشان مامتك مستنيه، وبتروح تودعهم وبتشكرهم على وقفهم معاها وان هم ما سابوهاش لوحدها. نروح لطاهر وهو هيموت من القلق على نفسه وبيصلي ليل ونهار ومش عارف يعمل ايه، وخدها وداها للدكتوره، والدكتوره طمنته وقالت له ما تقلقش ما فيهاش حاجه، بس هو لسه قلقه مستمر. وحكى لمصطفى ومصطفى قال له ما تقلقش والله ما فيهاش حاجه، انت مش عارف فداد اكيد بيعمل فينا نصايب زي عوايده. بس طاهر ما اطمنش غير لما كلمه فكرة وقال له التحاليل بتاع فداد من عند المختص تبعه، بيقول لطاهر دي اخر تحاليل فداد عملها وتحاليله كويسه وما فيهاش اي حاجه، وانا قلت لك فداد كذاب ودي لعبه من الاعيب علشان ما يخلكش مبسوط في حياتك. وطاهر بيقول له انا كمان عملت تحاليل للنفس والحمد لله ما فيهاش حاجه. قال له اطمن وان شاء الله خير، هو فداد شكله مش ناوي يسيبنا حتى وهو ميت. ونروح لجميل وهو بيكلم مرجانه وبيقول لها في واحد صاحبي اسمه كينجو عنده ابن اسمه طارق عايش في امريكا وطلب ايدك للجواز من ابنه طارق، وكينجو ساعدني في الشغل كتير، حتى لما طاهر رمى الاسلحه في البحر كل هو اللي سددها. وتركانه بتتضايق من جميل وبتقول له تاني يا جميل هنجوز مرجانه بنفس طريقه جوازه نظر لفداد وما نعرفوش ولا نعرف اصله وفصله. مرجانه بتتدخل في الكلام وبتقول لها انا موافقه وبابا اكيد عارف مصلحتي واللي عايزه بابا انا هنفذه. وتركانه التاني بتقول لها انت مش عارفه مصلحتك، كل اللي بتفكري فيه انك انت عايزه تنسي طاهر بشخص تاني من غير حتى ما نعرف الشخص ولا نعرف هو بيفكر ازاي ولا تفكيره ازاي ولا كويس ولا لا. بترد عليها مرجانه وبتقول لها اذا كان الشخص التاني هينسيني طاهر فانا موافقه، بدل ما طاهر ساكن في قلبي وتفكيري ومش عارفه اخلص منه واخسر صاحبتي نفس عشان حب من طرف واحد مستحيل ان هو يتحقق. ونروح لطاهر وعمه عثمان طلب من طاهر ان هو يروح يودي الدواء ده لواحده اسمها حنيفه، وهي نسيت الدواء بتاعها في المحل بتاع الخضار، وانا قلت لصاحب المحل ان انا هوديه لها انت يا طاهر لاني انا تعبان ومش هقدر اروح لها. وطاهر بيروح يوديه لها بس
بس حنيفة بتفكره حرامي وبتضربه بالرصاص وبيقع فاقد الوعي. وبتجيلها حفيدتها هزار، وحنيفة بتكون ست كبيرة وعقلها بتكون مقتنعة إن هي اصطادت عريس لحفيدتها هزار، وهزار من حبها لجدتها بتاخدها على قد عقلها ومبترضاش تزعلها. ونروح لنفس وهي قلقانة هي وعيلة طاهر وإنه لحد دلوقتي بايت برا. بس بيتصل بيهم عمو عثمان وبيقول لهم ان هو بعته امبارح عند حنيفه وبيديهم العنوان، ومصطفى ونفس بيروحوا له. تفتح لهم الباب حنيفه وبيسالوها على طاهر، وهي بتقول لهم ما تقلقوش على طاهر، هو جوه قالع هدومه وخطيبته بتغير له على نفس. بتسمع كلامها وبتدخل تتعارك مع طاهر، وطاهر بيحاول يفهمها بس لا حياه لمن تنادي. وبتشتكي لثانية بتقول لها في حد بياخد على كلام حنيفه دي، حنيفه مجنونه من يوم. تسالها نفس ايه حكايتها وايه حكايه حفيدتها هزار. بتقول لها ثانيه حنيفه كان متربي مع الخيول وشاطر وبيعرف شغله كويس، وراح اشتغل هو ومراته في مزرعه. وبعد فتره قليله من الشغل فيها سمعنا ان هو وقع من على الخيل، ودي كانت حاجه غريبه. ده الخيل بالنسبه له اكتر من صاحب. صدمت حنيفه وعقلها خف من بعد موت ابنها، ومعظم الناس شكت ان هو اتقتل ما ماتش موته طبيعيه. وبعد موت ابنها ب3 شهور اتجوزت مراته نفس الشخص صاحب المزرعه. بتكون سمعته وحشه وبيبان عليه ان هو راجل ظالم، وبيكون ده نفس الشخص اللي جميل هيجوز بنته مرجانة لابنه. والشخص ده بيكون اسمه كنجو. وكنجو بيكون راجل ظالم، ومن ظلمه ضرب ابن راعي الحصان بقسوة جدا علشان جرح الحصان من غير ما يقصد. ولما باباه حاول يستسمحه وقال له انه مش هيعمل كده تاني، رد عليه كنجو وقال له انا بعمل كده علشان اربي لك ابنك عشان ما يتعبكش لما تكبر. كنجو بيبعت عروض دعوة لاصحاب المراكب وكل اللي شغالين في الرمل، ومن ضمنهم بيكون مصطفى وطاهر. وفكرته مصطفى وطاهر بيحضروا الاجتماع بس ما بيعجبهمش كنجو، على الاخص لما بيقول لهم ان هو هيشتري كل المراكب والرمل هيكون ليهم اسم في السوق زي نظام احتكار. مصطفى بيرفض ان هو يبيع المراكب وبيقولوا ده رزقنا ورزق اولادنا، احنا مش مستعدين ان احنا نبيع اكل عيش. وانا مستغرب ان ازاي ان الرجاله دي كلها قاعده وبتسمع وما اعترضوش على الكلام اللي انت بتقوله. انا عن نفسي وبالنيابه عني وبالنيابه عن عيلتي احنا مش موافقين، وبيأيدوا في الكلام. طاهر وبيديله مركبة ورقية وبيقول له مش احنا اللي نبيع مراكبنا واكل عيشنا علشان خاطرك. وكنجو بيدي واحد من الرجالة بتوعه المركب الورقية وبيقول له خليها عندك عشان هنحتاجها. بيمشي مصطفى وطاهر وما بيعجبوش كلامه، بيقول انا مش هعدي الكلام ده على خير. وكنجو بيعزم جميل على عشاء علشان يتعالى اسرته وعلى الاخص مرجانة. وعفيفة زوجة كنجو بتستأذن عشان تدخل الحمام، وبتقوم وراها ملك بنتها، ومامتها بتقول لها اختك مستنياكي بره. وملك بتقول لها جوزك هيعمل معايا مشكله لو ما شافنيش. ومامتها بتقول لها اطلعي وربنا يستر، ولو سأل عليكي هقول له ان انت تعبانه. ملك بتكون خايفه منه بس جدا، بتطلع تكلم اختها. وكنجو بالنسبه لها بيكون جوز مامتها، ويبان ان هي بتخاف منه وفي نفس الوقت بتخلى مامتها منه. بتطلع وبتكلم اختها هزار وبتقول لها سبتيني وهربتي ورحتي قعدتي عند تيتا، وبتوقف كلامها وما بترضاش تكمل كلام. هزار بتقول لها كملي كلامي، هو عمل معاكي ايه؟ عمل لك حاجه تضايقك؟ احكي لي. بس ملك ما رضيش تحكي لها وقالت لها طالما سبتيني ومشيتي مش من حقك انك تعرفي اي حاجه عني. سابتها ومشي. ونروح لكنجو بعد ما وصل جميل وعيلته، سأل زوجته عن ملك، قال لها فين ملك؟ قالت له مش موجوده تعبانه ومشي. ودخلها حمام المطعم وضربها جامد لحد ما مناخيرها جابت دم، وهو بيقول لها هو انا مش قلت لك بدل المره 100 مره ما تسيبيش ملك تغيب عن عيني؟ هو انت ايه ما بتفهميش؟ وبيطلع ينادي على مدير المطعم وبيقول له ينفع كده الحمامات مش متنضفه كويس؟ اتزحلقت في الحمام ومناخيرها جابت دم، انا ممكن اوديكوا في داهيه دلوقتي. وبتكون زوجته سلمش ولا حتى بتدافع عن نفسها. وبنروح لمصطفى لما دخل المكتب ولقى كل حاجه مسروقه، اراد نايم وشارب ومش حاسس باي حاجه. سرقوا المكتب وهو نايم، وبيتعصب عليه مصطفى جامد جدا وبيقول له انت مش نافع في حاجه، مفيش منك فايده، حق نظر تسيبك، منك انك مالكش لازمه ولا منك فايده، هترتبط ليه بواحد زيك مفيش منه فايده. الكلام ده وهو بيكون بيضرب. الكلام ده بينزل علي الصاعق، يقول له انت مين تاني طالما مفيش مني فايده وانا مش جاي هنا. وبيمشي ومفيش حد بيعرف يوصله. تاني يوم مراد بيكون نايم في المراكب اللي موجوده على البحر، وبيكون موجود هناك كنجو بيكون بيتكلم في التليفون، وبيجي واحد من وراه وبيكون عايز يقتله، والشخص ده بيكون ابن راعي الأحصنة اللي هو ضربه. بس بيشوفوا مراد وبيزعق له وبيجري، وبيحاولوا يجروا وراه بس ما بيعرفوش يمسكوا. كنجو بيشكره وبيقول له انت انقذت حياتي. ولما بيتعرف عليه بيعرف ان هو مراد كليم. بيتغير تفكير كنجو ويبان ان في دماغه مخطط، على الاخص لما بيفهم من طريقه كلامه ان هو متعارك مع اخواته ومش عايز يرجع البيت تاني. وكده بيكون خلاص الجزء ده، وان شاء الله باذن الله نلخص لكم الجزء اللي جاي. وما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس.